النهارده هنعمل سينابون بطريقه حلوه جدا. انا عملته قبل كده كان طالع طري وجميل. بس فعلا العجينه دي حلوه بزياده، يعني هو فعلا طالع طري قوي ومهما بات يعني مثلا يوم واتنين بنحس ان العجينه بتاعته بتكون طريه. احنا عارفين ان هو في الاول وفي الاخر معجنات وعليها صوص حلو او صوصات بتكون طعمها حلو. فعلا العجينه دي مخليه طري قوي وقعد كام يوم عادي بيفضل طعمه جميل. اول حاجه هجيب 5 كوبايات دقيق، عليهم معلقه بيكنج باودر، معلقتين خميره، معلقتين سكر، ومعلقتين كريم شانتيه. والكريم شانتيه مهم قوي. هحط بيضه واحده بس وكوبايه زبادي كبيره والفانيليا. وبعد كده الزبده، الزبده تقريبا نص كوبايه زبده، يعني القطعه بتاعه الزبده دي تقريبا على قد نص كوبايه. طبعا كل البيض والزبده وكل حاجه من بره التلاجة بعد قبلها بشويه يعني. وحتى اللبن دافي، كوبايه ونص لبن دافي. انا كالعاده بحب الف او اعجن اي عجينه بالمعلقه الاول لحد ما تلم. اول ما تلم خالص هبتدي اعجنها بايدي عادي. طبعا العجينه ديت هتطلع فظيعه بجد، طريه جدا جدا. الزبادي والزبده عشان نوعها حلو كمان، طالعه نفسها حلوه قوي. طالعه العجينه في الاخر حلوه قوي. انا خلاص لفيتها بالمعلقه شويه وبعدين هعجن بقى بايدي لحد ما تبقى العجينه ملزقه. انا عايزه العجينه تكون بنفس الشكل ده كده، لان هي كل ما هتبقى ملزقه كده او طريه قوي كل ما السينابون في الاخر بعد ما هيستوي يعني هيبقى طري. وكل ما هيبقى حلو وطعمه مش بايت ولا حاجه. الحبه اللي انا حطيتهم، حبه الدقيق اللي انا حطيتهم على مفرش العجين ده هيخلي العجينه تكون يعني تلم وتبقى حلوه. هفضل اعجن بقى فيها شويه. الخطوه دي مهمه قوي، ان انا افضل اعجن فيها كتير لحد ما تبقى العجينه حلوه خالص ومش بتلزق في ايدي. هحطها في طبق وهرش عليها زيت وهغطيها بالاسترتش كويس. وكمان هحط عليها فوطه من فوق وهدخلها الفرن. انا عايزاها تخمر، تتضاعف حجمها وتخمر حلو جدا. بعد كده بقى هبتدي بالصوصات. الصوص اللي هو الابيض او صوص الجبنه ده انا بحط فيه جبنه مثلثات او جبنه كريمي عادي. اي كميه. هنقول المقادير دي مثلا لتمن حبات جبنه. احط عليهم معلقتين سكر ومعلقتين كريم شانتيه وهضرب بحبه لبن صغيرين. بس انا عايزه الصوص يبقى مش خفيف قوي. هفضل اضرب كتير كتير لحد ما يتعمل صوص بنفس القوام اللي انتوا هتشوفوه ده. الصوص ده اللي بيخليه حلو ومميز قوي عن اي مكان تاني او وصفه تانية. المعلقتين الكريم شانتيه اللي انا بحطهم فيه، يعني هو اساسي بيتعمل. وعلى فكره احنا ممكن نزود زبده بس انا حسيتها مش يعني مش فارقه فيه قوي. بعد كده بقى الحشوه دي معلقتين كاكاو خام، معلقتين قرفه ومعلقتين سكر، وهقلبهم واحطهم على جنب. بعد كده صوص الشوكولاته اللي فوق، هو يا دوب بس يعني 2 او 3 مكعبات شوكولاته، وهسيحهم في الميكرويف مع حبه لبن صغيرين. وده كمان صوص الشوكولاته. في صوص كراميل كمان، انا هنزل الطريقه بتاعته اللينك بتاعه لان هو كان عندي اصلا جاهز ما عملتوش. العجينه انتوا شايفينها خمرت، اتضاعفت حجمها اهوت، يعني هي اتخمرت كويس قوي. هاخد بقى جزء منها او نصها مثلا وافرشها واحطها على مفرش العجين وتحتيها حبه دقيق وافردها بقى كويس. ونعمل السينابون زي ما بنعمله بالعادي خالص. هنفرده خالص خالص لحد ما يبقى يعني على شكل مستطيل شويه. وبعد كده هندهن العجينه من فوق زبده علشان تعرف تمسك في الحشوه اللي انا هحطها فيه. يعني اهم حاجه تكون مدهونه كويس بس علشان الحشوه تمسك فيها. هدهنها حبه زبده بس مش كتير، يا دوب بس على قد ما تخلي الحشوه ما تقعش منها. بس بنفس الشكل ده كده بعد ما افردها. وبعد كده بقى الحشوه اللي انا عملتها اللي هي الكاكاو الخام والقرفه والسكر مع بعض. هحشيها وبعدين بقى يعني هلفها رول بنفس الطريقه اللي احنا بنلف بيها دايما السينابون او بنعمل بيها السينابون. طبعا انا حاليا يعني سخنت الفرن، سخنته على درجه حراره عاليه خالص. مش يعني عايزه الفرن يبقى سخن قوي زي اي معجنات او بيتزا، علشان مش بتغيب في الفرن خالص. هقطعها بقى باي شكل وهعملها وهحطها في صينيه، تكون الصينيه كمان مدهونه. هي العجينة اخدت يعني رولين مرتين. هعمل التانية بنفس شكل الاولى بالظبط واحطها في الصينية وهسيبهم يخمروا كمان 10 دقايق بس لحد ما الفرن يسخن. او انا عايزة الفرن يبقى سخن جدا. دخلوا الفرن ما قعدوش بالظبط ربع ساعة او اقل كمان لحد ما وشهم احمر. انا مش قادرة اوصف لكم العجينة عاملة ازاي. انا اهم حاجة عندي في السينابون عشان هو معجنات يبقى طري. هي الفكرة في ان هو يبقى طري وطعم الصوصات بتاعته تكون حلوة ومميزة واحلى من سينابون كمان. الطريقة دي حلوة قوي قوي والعجينة حلوة جدا والصوص انتوا شايفينه حلو قوي. هو السينابون سخن اصلا، فالصوص هيتشرب دلوقتي او هينزل عليه يعني في جميع الاتجاهات. وده الكراميل، انا هنزل لكم اللينك بتاعه لان هو كان جاهز عندي انا ما عملتوش. وديت الشوكولاته. وبعد كده بقى احنا ممكن نحط اي حاجه، ممكن نحط نوتيلا، ممكن الصوص الابيض ده بس يعني ممكن ما نحطش حاجه عليه. بس انا بحبه بالكراميل وبالشوكولاته. بيبقى جميل قوي. عايزاكم تجربوها بنفس الطريقه دي بالظبط وتقولوا لي رايكم فيها ايه.